اهلا بيكم في حلقه جديده من شجع كوره، والنهارده هكلمكم على سوق انتقالات الدوري المصري لموسم 26 27. هناخد لفه سريعه على كل نادي، مين جه من نادي ايه راح فين، وناخد كده فكره على بدايه الموسم. طبعا اول نادي هنقدر نبتدي بيه النهارده هو الزمالك، حامل اللقب الموسم اللي فات. بس برغم التتويج النادي ما عملش اي صفقه جديده في الميركاتو، بسبب ان الزمالك عليه ايقاف قيد تاديبي من الاتحاد الدولي الفيفا، وعشان كده الفريق داخل الموسم الجديد معتمد على اللعيبه الموجوده لتاني سنه على التوالي في القائمه الحاليه. بعد كده عندنا الاهلي اللي قدر عمل تدعيم جديد. شفنا علي محمود عقطاي من امبي، شفنا سفيان بن جديده من المغرب فاس المغرب، منصف بوكرار من ديرمو زغرب المغربي، شفنا رجوع اكرم توفيق من الشمال القطري في من المحله، وطبعا اخر يوم شفنا برضو بعد اصابه بالعمري توفيق محمد اللي قدروا ينجوه في اخر يوم من فريق بتروجيت. بعد كده عندنا بيراميدز، هو كمان دعم الفريق باربع صفقات مهمه بالنسبه له: اياد العسقلاني اللي جاي من روستوف الروسي اللي كان في الاسماعيلي السابق، احمد عبد القادر اللي حل معاه بقى الوينج جاي من كارما العراقي، خالد عوض اللي جابوه من طلائع الجيش، واحمد نزير ابو علي اللي هيجي من جبورت رونا المجري، وده لسه الاعلان الرسمي حتى لسه في اليومين دول. عندنا بعد كده المصري البورسعيدي، وطبعا مستر كاميرا ابو علي ازاي بيحط دايما الميركاتو عنده، بيشتري لعيبه. جاب عبد الله الزهاني من الحصن الجديد المغربي، مصطفى العش ومحمد شكري ومحمد سيحه من الاهلي، خير الدين طوال جه من وفاق سطيف الجزائري، ياسين الملاح اللي جه من فاركو، وعلي سليمان اللي برضه في اخر يوم انتقالات جابوه من كهرباء الاسماعيليه. صفقات كتيره دعمت قائمه المصري برضه. عندنا بعد كده سيراميكا كليوباترا، وده انا بشوفه كان حصان الاسود الدوري السنه اللي فاتت، دعم بلعيبه قليله. جاب ديشار من الاهلي، شفنا محمد علاء ومحمد عماد اللي جابوهم من الجونه، فتحي محمد ومعاذ احمد من فاركو اللي هبط، خالد النبريسي اللي كان نجم نجوم الاسماعيلي، ومحمد سعيد شيكا اللي جابوه طبعا من كهرباء الاسماعيليه، وفي عاشور شيكا اللي جه من نادي وسمير العراقي اللي جابوه من مسار. فزي ما احنا شايفين عاملين ميكس كده ما بين فرق من الدوري الدرجه الثانيه، فرق ان هي هبطت فيقدروا ان هم يساعدهم برضو سيراميكا، يثبتوهم ان هو يقدروا ينافسوا ويرجعوا لافريقيا. حاولوا كان السنه اللي فاتت بس شفنا طلعوا رابع، بس زد علشان موضوع طبعا شفنا الرابطه وحسموها ازاي اللي زد علشان موضوع وصلوا كان نهائي الكاس، فده كانت حاجه برضو بالنسبه لسيراميكا مهمه السنه دي ان هم عايزين يحققوها. عندنا بعد كده انبي او تغيير اسمه الانبي الشرقيه اللي دعم بخمس صفقات: عمار حمدي لاعب الاهلي السابق اللي جه من زد، احمد محمود اللي جه من الزمالك، محمد عصام اللي جه من سيراميكا، محمد شداد اللي جه من المصري، ويوسف سيد عبد الحفيظ اللي خده من الاهلي. طبعا طلع من عندهم علي محمود واقطاي، ودي لعيبه مهمه هتفرق معاهم. بس انبي احنا عارفين القوام دايما شباب وبيقدروا بيعملوا انتقالات زي ما نقول ذكيه تحافظ على هويه الفريق، وممكن برضو يحاولوا يبقوا من السته الكبار السنه دي. نيجي بعد كده لسموحه، وسموحه على فكره كان من انشط انديه سوق الانتقالات. ازاي؟ تعال نشوف عدد الانتقالات: جبريل شكويدي اللي جابوه من بتروجيت، عبد الغني محمد وفادي فريد اللي جابوه من الاتحاد السكندري، عمر محسن اللي جه من المنصوره، واحمد الندري اللي جه من البنك الاهلي، محمد دسوقي اللي جه من مودرن سبورت، محمد عبد السميع ومروان حمدي اللي جم من الاسماعيلي، واحمد